سلام. مش هشوفك تاني. يصير حية لا. سلام. لعب 287 مباراة، سجل 51 هدف، عمل 83 اسيست، وكمان حصل على 6 دوري مصري، 4 كاس مصر، 5 سوبر مصري، 4 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، و3 ميدالية برونزية في مونديال الاندية. اول كلمة من علي معلول بعد مغادرة الاهلي، ويا ترى هيروح لفين؟ ومين السبب في اللي حصل له ده؟ ورد فعل جماهير النادي الاهلي. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. مسيرة عظيمة لافضل ظهير ايسر في تاريخ القارة. علي معلول قرر انه يغادر الاهلي ويرفع الحرج عن ادارة الاهلي، وده اللي حصل النهارده لما قرر يودع زملائه بالفريق وقال لهم النهارده اخر يوم تدريب ليا. ونزل جون ادوارد وكيل علي معلول في بيان رسمي وقال اتخذنا قرار بالرحيل عن الاهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الاصابة وجاهزيته للمشاركة، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب او من بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومسيره خلال الفترة المقبلة. ويتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية واللي كان ليها دور كبير في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، واللي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي الأهلي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها إنه يجدد ويواصل كتابة التاريخ. وبجد من بعد اعتزال أبو تريكة مفيش حاجة زعلتنا قد خبر عن رحيل معلول.